يوم الولاده طلع علينا احد المشخصيه في فيديو اسمه يوم الولاده، لكن اللي حصل مش ولاده ولا حاجه، ده اجهاض لصوره مهنه كامله. مش محتاج تشوف الفيديو عشان تفهم الكارثه اللي موجوده فيه. هو مش نقد، هو ابتذال. اللي شفناه مش تقييم مهنه، تشخيصه الوحيد انه عك. الناس فاكره المستشفى مسرح تمريض كومبارس. معلش بس هو احنا بقينا بنميس المهن بالافيه بالصوت العالي. يعني ايه مشهد كامل مبني على ان التمريض عباره عن ابتزاز وجشع ومادة للضحك؟ ده اسمه تشويه متعمد مش كوميديا. خليني اقولها من غير تجميل، اللي عمل الفيديو مش بينتقد سيستم ولا بيفضح فساد ولا بيدافع عن مريض. يعني الناس اللي مفيش على لسانها انه لا ده بيدافع عن المرضى، مش بيدافع عن مريض حضرتك، ده بيبيع ضحك على حساب مهنه كامله. مهنه حرفيا شايل البلد على ظهرها. بس طبعا اسهل حاجه انك تطلع تحط كل الوساخه على التمريض. ليه؟ عشان التمريض مش بيطلع يرد ولا مع منصه ولا بيشخصن الامور مع حد. ده مش نقد مهنه، ده تحريض وتكريس صوره وسخه بتطلع اجيال فاكره الممرض عدوها الوحيد. ولما في ناس من زمايلي طلعوا وردوا عليه لقينا انه في ناس بتدافع عنه بتقول لك ايوه ما هي دي حقيقه التمريض. حقيقه التمريض؟ بص، هو التمريض مش ملايكه. ايوه وفي اخطاء وفي تجاوزات، بس اللي عملته مش اصلاح، ده هدم. مهنه التمريض زيها زي اي مهنه. تقدر تمس اي مهنه تانية او وظيفه ذات حيثيه او مكانه مرموقه في الدوله؟ ما تقدرش. وانتوا الكل عارفين وهو عارف كويس. فلو انت فاكر ان التمريض ماده هزار وان الافيه يعدي على حساب مهنه، دي مش جرأه، دي سطحيه وجهل. وانك تعمل ترند بتكسر فيه صوره ناس بتشتغل لعند الموت حرفيا، ده مش فن، ده اسفاف. وفي النهايه التمريض مش نكته ومش ترند ومش كومبارس في مشهد حد تاني بيضحك. دي مهنه واقفه بين الحياه والموت، شايله تعب مش باين للكل، وسهر مش محسوب، وظهر محني من الشغل. اللي عايز يصلح ينتقد باحترام، واللي عايز يضحك على حساب الناس يبقى مش فنان، يبقى رخيص.